ايه رايك في الاسعار؟ يعني احنا مستورين ممكن ضرب. طب الفقير يعمل ايه؟ يموت. طيب والمرتبات؟ زي الزفت. شايف المرتبات بتتناسب مع الاسعار؟ لا طبعا. يعني النهارده انت خفضت سعر الجنيه بقى مش محصل مليم من ايام ما كنا احنا شباب. الاستاذ بيقول اما الفقير يعمل ايه؟ الفقير يعمل ايه؟ انا مستور. طب الفقير يعمل ايه؟ اللي رزق الفقير في الرخص هيرزقه في الغلا. لا انا ما اقصدش الفقير يعمل ايه، ما هو ماشي، ما هو رزاق ربنا يا ابني. ما هو الرزاق ربنا، ولكن انا بتكلم على الوضع. دلوقتي بتكلمين على الوضع، الاسعار وضع عالمي. عالمي. انت عسل. الاسعار طبعا شغل جنيه. يتكلم الكلام شغل اللي ماسك الدوله متخلف عقليا عشان اعوم الجنيه. بص يا بنتي، احنا ناس اقتصاديين ودارسين، يعني عشان انا اعوم الجنيه لابد ان اكون انتاجي اكتر من استيرادي. انا النهارده لا بنتج ولا انا دوله متخلفه. انا كل عيشتي على الاستيراد. يبقى اعوم ازاي؟ معنى ان انا اعومه يعني احطه مع مراهنه مع الدولار ومع العملات الاجنبيه، صح؟ هل هو بيتحط في موكب مراهنه؟ ملوش مراهنه. طب العيب مني بقى ولا من اللي ماسك البلد؟ اللي ماسك البلد فاشل. ما مسكهاش 30 سنه. لا مش فاشل يا ابني. افهم بقى، انت دارس ايه؟ انت خريج ايه؟ بالدراسه طبعا. امال بايه؟ واحد انت خريج ايه؟ هو بالدراسه طبعا. امال بايه؟ ما هو البلد اقتصادها تحت الصفر يا بنتي. هو مش عارف. هو لا بصي، لما اجيب واحد فاشل يمسك دوله لازم يغرقها. لما اجيب واحد لا اللي يمسك الدوله دي ينجحها رجل اقتصاد بيفهم. ما اجيبش واحد خريج حربيه يمسك دوله. ما انت بقى لكم 60 سنه 65 سنه ماسكوا الحربيه، عملوا في الدوله ايه؟ الدولار كان بكام؟ كان بريال. مين اللي ضيع البلد؟ العسكريين. العسكريين اللي ضيع، خربوا البلد. ده ولا الدولة عايزة راجل اقتصاد بيفهم. انما احنا عشان شعب متخلف او نسبة عالية مننا متخلفة فبنقول بنسقف للعساكر. بص يا بنتي عشان تفهمي القصة، حكم العسكري بيقول ايه؟ سياسة تجويع. عشان اعرف احكم، ده دماغتهم كده. عشان اعرف احكم البلد دي لابد ان اخلي المصري ده جعان، اتنين متخلف يعني مش متعلم، ماشي، جاهل، خدت بالك، مريض، اقدر اسيطر عليه. ده دماغهم كده من اول ما اتولدوا، من اول 52 وما كده، مش هيتغيروا بقى. انت هتجيب واحد خريج حربيه لا مؤاخذه، لا درس اقتصاد ولا درس حاجه، زي استاذ في الجامعه. ما احنا لازم بقى نميز بقى. تتوقع ايه المرحله الجايه؟ اذا استمرت بهذه الصوره ثوره جيش. مليون المية. انا النهارده كنت بدي ناس، انا بقول لك بصراحه كنت بدي ناس غلابه، دلوقتي ما بديهمش لان اللي بيجيني على قدي وانا مستور. الاول كنت بدي، ما هو الطبقه المتوسطه اللي بتدي الفقير. الطبقه المتوسطه يا بنت النهارده اتمحت، دخلت قربت من الفقر. يبقى هعمل ايه؟ انا واولادي ولا ادي للناس؟ فهمتي؟ انما في طبقه غنيه طبعا بقى في النص في المية دي عالم تاني بقى، دول حواديت. طيب حضرتك شايف ايه الفرق بين 25 يناير و30/6؟ لا 30/6 دي بص، 25 يناير كانت ثوره فعليه، ثوره شباب ناضج وفاهم ازاي يعيد البلد لنصابها. انما 30 يونيو ده فعل مخابرات بقى، ده لعبه اتعملت كده على الراجل الغلبان مرسي وعلى الناس وبتاع، ولبسوه الراجل في الحيط. شايف الاخوان نجحوا ولا فشلوا في اداره البلد؟ لا الاخوان ما نقدرش نقول فشلوا لانهم ما مسكوش البلد اساسا. في فرق بين ان انا امسك واسيطر. معنى ان انا امسك واسيطر يعني ايه؟ يعني وزاره الدفاع تحت رجلي احركها زي ما انا عاوز كرئيس دوله، صح؟ الداخليه معايا، ماشي؟ البترول كان معايا، كل دول كان ضده. كل دول كان ضد مرسي، يبقى هينجح ازاي؟ الداخليه ضده. يعني روح، يعني ايام مثلا ما مرسي مسك كان روح اعملي محضر في البوليس، وانا محامي خدي بالك، اعملي محضر في البوليس، اعملي مش عارف ايه، البوليس بيسيبك يقول لك لما مش هنشتغل الا لما الراجل ده يمشي. روحي اعملي اي موقف بقى. البترول كان بياخدوا وكان بينزل على النت الكلام ده، كان البترول بيترمي فين؟ بيترمي في الصحراء عشان الناس ما تلاقيش بنزين عشان يعملوا مشاكل. وزاره الكهرباء نفسها كانت بتعطل الاناره مخصوص عشان الناس تشتم في الراجل بقى دكتور مهندس ولا حربيه. يا جماعه هتقولي انت اخوان، والله ما اخوان ولا اعرف عنهم حاجه، اقسم بالله يا بنتي ما اعرف عنهم حاجه، ولا شفت واحد اخواني يعني. بس ربنا عرفوه بالعقل، دكتور مهندس ولا واحد خريج حربيه بتاع صفا وانتباه ومشاه وصعقه ونط ثقه والكلام الفارغ ده،
مين اللي يفهم في الاقتصاد؟ مش ربنا خلق الدنيا كده؟ لما اجيب واحد ما عندوش فكره عن اي حاجه. تفتكر لو حصلت ثورة تاني هيكون العسكر محضرين بديل عسكري ليهم أو بديل وحتى تحت؟ لو حضروا بقى ما يلدغ لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. يعني حتى لو حضروا بديل عسكري، لا والله لو جالي واحد عسكري من عند ربنا سبحانه وتعالى انا مش عايزه. ده خليه في المجال بتاعه. دكتور دكتور، المهندس مهندس، الضابط ضابط. انت ضابط يا عم جيش، خليك في الجيش بتاعك. تفهم ايه؟ هتفهم ايه في المحاماه؟ تفهم ايه في الطب؟ فهماني يا بنتي؟ بس لازم العقليه دي، لازم العقليه تستوي بقى، ولازم الناس يرجعوا صح، الناس يبقوا يد واحده بقى.